قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والآية تعد أصلا عظيما في هذا الباب، باب التزكية للنفس والمحاسبة لها. ويقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت على قلبي أن يفسد. والموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، بين دار العمل ودار الجزاء على العمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وتذكر الموت نافع جدا للعبد في تزكية نفسه. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا مهم جدا في باب تزكية النفس، أن يذكر نفسه، أن يذكر المرء نفسه بالموت. والموت آت ولا يدري المرء متى إتيانه. قد يكون المرء شابا يؤمل أن يجاوز في العمر 70 ولا يدري أن موته في الغد أو في اليوم نفسه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يغتر شاب بشبابه، ولا صحيح بصحته، ولا قوي بقوته، بل ينبغي أن يذكر نفسه بالموت وما بعده، ليعد لما بعد الموت العدة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. روى سفيان بن عيينة عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: تمثلت، يعني تخيلت وتصورت أنني في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم تخيلت نفسي أنني في النار أعاني من حميمها وغساقها وآلامها. ثم خاطبت نفسي وأنا في هذا التصور والتخيل، قلت: يا نفس ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمله. فقلت لها: يا نفس أنت الآن في الأمنية فاعملي، أنت الآن في الأمنية فاعملي. وفعلا هذا كلام عظيم جدا. وقل أيضا لنفسك: يا نفس إن أنا مت من يصلي عني، من يصوم عني، من يتوب إلى الله عني من تفريطي وتقصيري في جنب الله سبحانه وتعالى؟ وماذا تنفع الحسرة والندامة للمرء إذا لقي الله عز وجل بذنوبه وخطاياه ومعاصيه؟ فالحاصل أن ذكر الموت وما بعده أمر غاية في الأهمية في باب تزكية النفس.